طيب اليوم احنا موجودين هنا في نفق بعد الحرب العالمية الثانية، نكتشف هذا المكان ونشوف. خلينا نكتشف. والله ايه ترى ممكن جزء من انسان يا اخوان. يلا يا جماعة جاهزين يا شباب؟ حنروح زي المعرض او زي المتحف، ما علينا خلينا ننظف السيارة لانه زي ما تشوفوا نقدر نمشي كذا، لازم نشيل هذا، ما حنقدر نسوق كذا يا رابية ولا نسوق كذا عمياني، ما نقدر نشوف شيء. وصلنا. جاهزة يا راضية؟ جاهزين كل شيء انت، حتى المنطقة كذا معزولة. هذه الدخلة، اسم المكان دايفن بنكر. يلا بسم الله توكلنا على الله. يا ساتر، يعني هذه اول ما دخلنا هذه اتوقع قنابل تحت المويه هذه ولا صواريخ؟ هذه ايش؟ زي الهوريشيما. بدينا ندخل يا جماعة النفق. شوف الباب، حتى البيبان، شوف السمك حق الباب. تعالوا شباب، هذا دش. احنا يا جماعة درا داخل نفق. تبغى تفتح؟ انتهى. دخلنا يا جماعة، دخلنا. هذه ايش؟ عيادة اسنان هذه ولا ايش؟ ما نقدر ندخل طبعا، ممنوع الا عيادة اسنان. بنت الاوفيس. هذا مكتب، حتى الاجهزة قديمة مرة. تذكروا هذه الاجهزة اللي تكتب كودات معينة يرسلوها يعني عشان يتواصلوا مع بعض. يا ساتر، الاجهزة هذه يعني بعض منها لسه شغالة يقولون، والله قديمة مرة. هذا قاعد نسمع صوتها شوف شغال. تعالوا يا شباب، وهذا يعني تيليبرنت ريبير روم. هذه غرفة تصليح، هذه طبعا غرفة اختباء ولا ايش؟ انت عاد تحب الفي ار. تقدر تجرب. apologize for the inconvenience. ما يشتغل الفي ار، خربان خربان. ايش نسوي؟ هذه ايش عاد؟ يا ساتر، ايش يا كابتن ايش تسوي هنا؟ هذا جندي يعني. هذه كيف تم صناعة النفق. طبعا هذا زي ما نشوف احنا هنا لسه في تحت الارض. هذه صورة لما كانوا يبنون صورة حضرتك. هذا كيف يتواصل واتوقع. حول لو سمحت باب، حولوا انجليزي. السلام عليكم. حول. سمعني معلومات فقط. هذه ايش؟ حجرة من الحرب العالمية ولا ايش؟ تعالوا يا جماعة، هذه حجرة من الهوريشيما، هذه بقايا الهوريشيما. هذه قطعة الحجر، هذه صور حقيقية من الحرب. ايش يا راضي عجبتك انت هذه الاشياء؟ هذول ايش؟ قاعد يتمرنوا كيف يخبوا نفسهم لو صار انفجار اتوقع. جدار برلين، هذه قطعة من الجدار، الصورة الحقيقية. جينا المكان حق الرادار، تجيهم الاتصالات. حول. هذه الكواليس، يجيهم هنا التعليمات. شفت الحروب كيف كانت؟ والله أجهزة قديمة مرة. كوميونيكيشنز روم، يعني هذا التواصل، غرفة التواصل. كاميرا فيه بعد. هذا أحلى. يعني شوف اللابتوب، عندهم لابتوب ذاك الوقت. هذا اللابتوب أتوقع مكانه غلط. نكمل نكتشف. يا ساتر، إيش في هنا؟ هذا حمام الكرامة، دراي تويلت، حمام الناشف، شوية أغراض طبية. هنا كان مدري مين ينام، مكان حق الشاهي والتكوى. دو نوت تاتش، مكتوب لا تلمس، وانت لمست يعني خلاص كذا انضميت في الحرب. يلا معاهم في الحرب. هذا كيف بنائها، مختبأ أتوقع، اختباء. مخزن، هذا مخزن. هذا ايش؟ مطبخ. ما شاء الله المطبخ هذا فخم. طيارة، هذه بقايا الطيارة. اي والله. شوف هذا لبس. شوف هذا. ايش هذه؟ تمشيش. شاشة ما تشتغل. هذه أجهزة. طبعا احنا يا جماعة نزلنا دور تحت، بعد دوار، كل دور تحت الأرض أكثر. هذه عاد غرفة الاجتماعات، قاعد يجتمعوا هنا. هذا الجناح التكتيكي، هنا يجلسوا، هنا المفاهمات والأوراق، كلها مكاتب تواصل. أو في حالة الحرب لما تبدأ الحرب كل غرفة تكون مختصة بشيء. برضو غرفة رادار وتواصل. هذه الأجهزة برضو، سيرفرات هناك ولا إيش؟ تسوي تسجيلات. هذه كلها تسجيلات وشرايط. دون تاتش. هنا السراير عشان يناموا. هذه برضو غرفة أوفيس. كلها مكاتب يا جماعة، كلها مكاتب. تعالوا شباب، مكاتب كلها مكاتب. نفس الشيء. والله شوف زمان، والله يا جماعة جانا اتصال، يرسلوا إشارات ويرسلوا كودات وتحذيرات. كلها. شوف هنا الخرائط كذا، كشفنا السر ولا شيء. مخططات هنا عشان يخططوا كذا، ونروح مدري كم في الشرق في الغرب. قديمة لأنها يعني من عام 1960 مدري كم. في يعني في بعض الأشياء، الأجهزة لسه شغالة. ننزل أكثر الحين. هنا عاد الكواليس الصح، الموتورات الكبيرة، الخزانات، خزان، غرفة التصليحات. النفق بدأ يكبر. ندخل ونكتشف.
شوف الباب، سمك الباب. يا ساتر. وهنا ايش يسوي ما اعرف. هذه غرفة ايش؟ لو في قصف اتوقع يختبئوا هنا. شوف السمك حق كلوز. هنا يختبئوا هنا عشان يتواصلوا مع اللي برا، يعني يكون واحد من برا. نبغى نعرف ايش غرفة ايش هذه. كولد كومفورت مدري ما كاتبين. دخلوا شيء طبعا من هنا. يا ساتر بدينا ندخل الانفاق يا اخوان. وطوا شباب وطوا. يا ساتر احنا قاعد نلف كذا بدون نهاية. يعني لو في قصف اتوقع ما يوصل التأثير، ما حيوصل. هذه غرفة بنك اوف كندا فولت. كانوا يخبون الذهب. والذهب كل هذا ذهب يعني. هذا مخزن الذهب يعني. يحطون فيها الجولد وما يقدروا احد يدخل. تعال ننزل يا شباب ولا في شيء هناك ولا؟ تعال نشوف. ايش هنا؟ هذه الكافيتيريا او المطعم. خلاص معروف كافيتيريا عادية ما فيها شيء. هذه برضو كافيتيريا بتمتد. هذه غرفة يناموا فيها. جلسة هنا يجلسون. هذه ما دخلنا هنا صح ولا؟ هذا الحمام كرامة، حمام السيدات. طبعا السماعات موجودة في حالة الطوارئ، تعليمات تجيهم على السريع. ننزل تحت بزيادة، يلا نشوف ايش في تحت. اوه اتوقع ندخل في الخطر. يا جماعة هنا كل ما تنزل تحس ان الهواء تغير شوي. هذه اتوقع ان بدنا ندخل اماكن حساسة صح؟ انتبهوا شباب انتبهوا. هذه ثلاجة. هذه ثلاجة على اساس كانوا يحطوا اللحم. هذه قطعة اللحم، خبز، عندك شوي فواكه. يا ساتر ايش هذه جثة؟ والله ايه ترى ممكن يعني زي حقة لا عرفت واحد يموت جثة وبعدين يحطوه في الثلاجة. والله ترى جسم انسان، جسم انسان يا اخوان. تخيل يطلع انسان حقيقي في الاخر. بسم الله يا ساتر حنكتشف. الله ما يقلبونه. جسم انسان فاهم كيف؟ يقصدوا به انه هذا كان انسان داخل. يعني لما يكون عندهم حالة وفاة عندهم ثلاجة يحطوا فيها جنودهم اللي ماتوا. هذا كان المصعد. يسحبوه. اتوقع خلاص يا جماعة هذه الادوار عبارة عن 4 ادوار. الدور الاساسي وبعدين تنزل تحت تنزل تحت تنزل تحت زي ما شفتوا. كل غرفة يكون فيها شيء. غرفة للمعلومات، غرفة لتحت اتخاذ القرارات، وغرفة للكواليس او الاماكن اللي يختبئوا فيها او الاماكن اللي يناموا فيها. وبعدين عندك الكافيتيريا، عندك الاماكن اللي فيها تصليحات، رادارات، كله يا جماعة تحت الارض. يعني غرفة العمليات كلها تحت الارض عشان تشتغل فوق الارض. اخذنا فكرة. ما مقفلين المكان يعني ما ادري ايش. يعني لازم نضيف جزء الاقتحامات يا جماعه ونقتحم. يقول لك ممنوع بس ما حتلاقي شيء اتوقع. ممكن يكون في اشياء ما يبغوا الناس تشوفها. سباي هيد كوارترز دو نوت انتر. يعني هذه حقة الجواسيس. هذه غرفة الجواسيس يعني. بس احنا مرينا من هنا يعني هو بس باب كذا يعني ما في شيء. يعني احنا اصلا مرينا من هنا وما كان في شيء. طيب يا شباب خلصنا يلا ان شاء الله يكون عجبكم. ايش رايك في النفق؟ اخذنا فكرة عن الانفاق. فكرة لو كانت بسيطة. امسك يا اختي انت لايك واشتركوا في القناة وسبسكرايب.